ارتاح وما تصعبش الحياة على نفسك، واستمتع بكل لحظة من عمرك، حيت الوقت منين كيمشي ما كيرجعش، والماضي إلا داز ما كيتبدلش، المستقبل بيد الله، وأي حاجة جات من عند الله مرحبا بها، وأي حاجة كتسناها غتجي في الوقت اللي كيشوف الله مناسب ليك. غير ارتاح وما تقارنش راسك بغيرك، لأن الأرزاق مقسمة. إلا طلعتي على الأقدار غتحمد الله 1000 مرة، حيت بعدك على شي حاجة كنتي باغيها، حين تعرفها ما صالحاش ليك وغتضرك، ومنين عوضك الله عوضك بحسن. يا صباح النور والسرور والسعادة حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم. بالنسبة لكم ده تاني فيديو لمشوارنا في الدايت، بس انا دوت النهاردة ساتت يوم، عشان انا طبعا امبارح ما نزلتش فيديو، بس ماشية على النظام والدنيا كلها تمام. اول حاجة كده عايزة اقول لكم ان انا امبارح كنت في مدينة الشروق، كان عندنا يعني كنا عند اخت جوزي في مدينة الشروق. المهم رجعنا بالليل ودخلت نمت وسبت الولاد بقى كانوا بياكلوا سوداني والدنيا مش قادره اقول لكم عامله ازاي. فبصيت للمنظر كده قلت لهم لا خلاص، انا مش يعني ما اتكلمتش بصراحه، فسبتهم ورحت انا داخله بقى خلاص. نمت بدري، عايزه كمان ابتدي اللي هو اظبط النوم، عشان الجسم في الدايت لازم ننام بدري ونصحى بدري شويه. فبحاول بقى بقدر الامكان ان انا اظبط كل حاجه ان شاء الله. عايزه اقول لكم ان انا لسه صاحيه حالا، يا دوب والله العظيم زي ما بكلمكم كده. قمت من النوم لقيتهم بقى عاملين ايه، عاملين لي مفاجاه، عشان هم طبعا لسه نايمين دلوقتي. فقمت بقى عاملين لي مفاجاه. بصي مروقين كل حاجه، لمعوا الترابيزات، ظبطوا الانتريه، ظبطوا الصاله، كل حاجة كل حاجة رجعوها زي ما كانت، مسحوا الترابيزات كل حاجة، ربنا يا رب يهديهم ويصلح حالهم. وكمان المطبخ غسلوا المواعين، تعالوا اوريكم لما غسلوا المواعين وظبطوا كل حاجة عملوا ازاي. هنا بقى بصوا مسحين الرخامات، ظبطين حتى البوتاجاز. اللي بتعمل كده بنوتي بصوا سابت ده في الحوض عشان يعني تقيل عليها، هي بتخاف تغسله ويتكسر منها، بس غسلت بقى الكوبايات وغسلت الحاجة. وزي ما انا بعمل بالظبط، انا بحط فوطة لما تبقى المواعين كتير، لان انا كنت غاسلة دول وكنت سايباهم. فهي بتعمل، انا بحط هنا فوطة من بتوع المطبخ، وبس يعني بصفي عليهم المواعين لما تبقى المواعين كتير. المهم بقى ان انا لما قمت من النوم انا فرحت جدا والله، عشان لقيت الدنيا رايقه. كنت هقوم من النوم، قايمه من النوم وناعيه هم، انا عارفه بقى ان هما ايه، مبهدلين الدنيا. عايزه اقول لكم ان هما نايمين هنا ابني نايم، وهنا ابني الصغير نايم عشان باباهم راح الشغل. وطبعا اوضه النوم جوه انا بنام انا وبنوتي، عشان لسه بس قبل ما نظبط لهم الاوض بتاعتهم وكده، فكل واحد هينطلق في الاوضه بتاعته، وهيبقى في ترتيب غير دلوقتي يعني وكده. اوعدكم ان انا لما اجي اشتري الاوض، قبل ما اجيب اوضه النوم انا هوريكم اوضه النوم من جوه عامله ازاي. وده مش عيب ولا حرام ولا اي حاجه، ادام احنا ماشيين بقى بعقلنا وكده وماشيين بنظام، دوت احسن حاجه يعني. ما ننساش ان احنا داخل كمان علينا مدارس، فربنا يا رب. عرفتوا ان قدموا الموعد بتاع دخول المدرسة تقريبا بقى يوم 12/9. ربنا يا رب يوفقهم جميعا وولادنا يا رب العالمين. دلوقتي بقى يلا بينا هنروح هشوف بقى انا هفطر ايه. وهنشوف بقى يعني يومنا هيبقى ماشي ازاي. لازم بقى يا بنات نتشجع مع بعض، ندي لبعض طاقة إيجابية، عشان نبقى عندنا حماس ونقدر نخس ونقف على رجلينا. عايزة أقول لكم تعالي بقى يعني إيه وإحنا بنعمل الفطار، هنتكلم مع بعض شوية. حبايب قلبي بصوا، معايا بطاطاية واحدة وكام كوساية دول كانوا في التلاجة. فأنا هعمل البيض النهاردة بالخضار، يعني بالبطاطس والجزر. هبشرهم دول بشر كده بالمبشرة، وهصفيهم من اي ميه. عايزه اقول لكم ان حبايبي اللي كلموني واللي يعني واللي عنده حاجه مثلا تعباه، زي ما قلتولي عرق النسا
والخشونة وكده، ومش عارفين تبدأوا وتخسوا ازاي. عايزة اقول لكم تشجعوا معايا. عايزة اقول لكم ان انا لما خسيت 38 كيلو كنت متابعة مع دكتور، يعني الدكتور ده اسمه دكتور مصطفى، محمد مصطفى، في شبرا الخيمة. هو مشهور جدا على فكرة. وكنت متابعة معاه وخسيت 38 كيلو في 9 شهور زي ما قلت لكم. لقيت نفسي حامل في شهرين. وكمان جوزي كان يعني راح تابع معاه كمان، خس 44 كيلو. كنا بنعمل ايه؟ كان نظام اكل بس، ما كنتش باخد ولا ادوية ولا اي حاجة، عشان خاطر انا كنت برضع ساندي، فما كانش ينفع ان انا اخد اي ادوية للدايت. كنت بعمل نظام، واللي هو نظام الاكل. حابين اقول لكم يعني النظام بتاع الاكل اللي انا كنت ماشية عليه مع الدكتور، كان والله بيديني حاجات واكل مشبع كمان. كنت باكل، كان الصبح مثلا بيديني نص رغيف عيش اللي هو البلدي بتاعنا، كان بيديني بيضايه مسلوقه او بيضتين مسلوقين، حته جبنه قريش، او يعني حته جبنه قريش لا الا بيضه واحده وحته جبنه قريش وبيضايه، وكان يقول لي برتقانايه وكوبايه شاي بلبن. تخيلوا. الغدا طبق سلطه، طبق خضار مسلوق، حته فرخه او لحمه او سمك او اي حاجه، وطبق سلطه و5 معالق رز. عارفين النظام ده لو مشيت عليه اول اسبوع هتخسي 5 كيلو، او من 4 ل5 كيلو بالظبط. وفعلا ده اللي كان بيحصل معايا. خسيت عليه 5 كيلو. اول اسبوع انا خسيت 2 كيلو. الدكتور بقى يزعق يقول لي اكيد في حاجه غلط، بس انا مش عارفه ايه الغلط. تاني اسبوع اداني نظام، خسيت 4 كيلو. انا فاكره بالظبط والله الكلام ده، بصوا من كام سنه بس فاكره. قلت له فرجعت بقى يا بنات وابتديت بقى ان انا امشي على نظام. طبعا مش كل اسبوع بخس كده، ابتديت ان انا اخس 2 كيلو، 2 كيلو ونص، كيلو ونص. ساعات ابقى وزني ثابت، ما كنتش خسيت في اسبوع، لان قعدت 9 شهور عبال ما خسيتهم. بس كنت ماشيه على النظام. كنت اصحى بدري، اكل بدري، واتغدى بدري. كنت افطر من اقوم الساعه 7 8 افطر الصبح. حتى عادي لو هرجع انام تاني مفيش مشكله. وكنت اتغدى الساعه 3 4 كبيري قوي 5 اكون متغديه زي ما قلت لكم كده. وبس وخسيت والله. وبس ما فيش نصيب بقى ان انا اثبت واكمل، بس يلا الحمد لله. انا النظام ده انا اتبعته مع نفسي، لان انا عايزه اوقف عيش، وفي نفس الوقت عايزه اروح لدكتوره اعمل برضو او دكتور يعني عامه اعمل تحاليل، اعرف حاجه. يعني انا عندي نقص فيتامين د، ونقص فيتامين د بيأثر على الحرق. فانا بس قلت هتبع النظام ده واشوف اول اسبوع هخس قد ايه. ولو لقيت النظام كويس جايب نتيجه، حتى لو خسيت 2 كيلو ونص مش مشكله، بس انا مبسوطه بالنظام ومش حاسه بتعب. عارفين لما انا وقفت عيش حاسه ان انا بقيت احسن. عايزه اعصر دول يا بنات اصفيهم ونرجع تاني. فبقول لكم ان انا يعني ايه، حاسه ان انا بقيت العيش بالنسبه لي يعني العيش بالنسبه لي لما سبته حاسه ان انا مرتاحه نفسيا. ولما ببدا في الوجبه بتاعه الفطار كده مش بكون جعانه خالص، يعني ما بحسش خالص بجوع بصراحه. وفي الغدا طبعا انا باخد رز، يعني انا باكل رز في الغدا، باكل رز وسلطه لو في خضار تمام. هحط رشه بقى ملح كده، ما ننساش ان ايه في خضار يعني، ورشه فلفل اسود بس. هقلبهم بقى كده. هنا بنات انا هعمل جبت طماطمتين صغننين، حجمهم صغنن قد البيضه كده او اصغر كمان من البيضه، او طماطميه واحده يعني. لو الطماطم كبيره طماطميه واحده. وهعملها بالجبنه القريش.
ندلع بقى الجبنه بتاعتنا، احط رشه كمون. عايزاكي بصي وانتي بتعملي الاكل ما تحسيش ان انتي بتعملي اكل دايت، تحسي ان انتي بصي الحاجه دي هتخليكي مبسوطه. يعني انا اقول لكم على حاجه، انا البطاطس اللي بعملها بالبيض دي لو اقول لكم انا بنتي، يعني انا بعمل لجوزي زيها في الفطار، ولو هو قاعد مثلا في يوم ما راحش الشغل او حاجه او يوم اجازه بعمل له زيها. وعايزه اقول لكم ان بنتي كمان حبت الموضوع جدا، لان طعمها تحفه، يعني بجد طعمها تحفه. حبت الموضوع جدا لدرجه ماما اعملي لي بيض بالبطاطس، انتوا فاهمين؟ فالاكل مش وحش وطعمه حلو جدا والله. يعني انتي حاولي ظبطي الاكل خلي طعمه حلو، وعادي ما تحطيش في دماغك ان انت بتحطي دايت، حطي في دماغك ان انت تعملي نظام صحي ليكي عشان انت تكوني مبسوطه وراضيه عن نفسك، وكل حاجه من جواكي راضيه باللي انت بتعمليه. يعني عشان المخ كمان يقتنع، لازم اول حاجه ان نحط يعني الفكره في المخ عشان المخ بتاعنا يقتنع. نعمل بقى البيض والخضار. بصوا زيت زيتون، كنت عامله لكم فيديو انا لزيت الزيتون ده بجيبه من الساحل. بسيب بقى الزيت يسخن مع الطاسه كده. عايزه اقولك ان نفسك تستاهل ان انتي تخلي بالك منها، وان انتي تدي لنفسك طاقه ايجابيه. اللي عدى خلاص عدى من حياتك، عدى خلاص. ما تفكريش في السلبي، فكري دايما في الايجابي. فكري ان انا بكره هكون احسن، بكره هكون افضل، بكره هشوف نفسي، بكره هحب يومي، عشان تدي لنفسك طاقة ايجابية. تخليش الطاقة السلبية تأثر عليكي بأي حاجة، عشان هتضرك وتضر صحتك بجد. يعني عايزه اقول لكم ان مش معنى كده ان انا يعني كل بيت بيبقى مفيهوش مشاكل مفيهوش حاجه او كده، لا طبعا كلنا عندنا ضغوطات وعندنا ظروف وعندنا حياه، بس احنا لازم نكمل ونستمر عشان خاطر نفسنا ونغير من نفسنا. ده اللي انا عايزه اقوله لكم، ان احنا لازم نغير من نفسنا، يعني لان نفسنا غاليه علينا وليها حق، فلازم نديهولها عشان هنتحاسب عليها. هسيبها بقى، بصوا هسيبها بقى لغايه ما تستوي من الجنب ده، وبعد كده هقلبها الناحيه التانية برضو تستوي كمان ونشوفها. هنا يا بنات بصوا انا خلصت اهو البيض، عملته كده وقلبته وسويته، وعملت كوبايه شاي كمان ساده بدون سكر خالص. يعني كمان الشاي بقيت اشربه من غير سكر، والقهوه من غير سكر، اي حاجه من غير سكر. تمام. لو انت يعني مش حابه البيض بالخضار وكده عادي ممكن تعملي البيض مسلوق جنب الجبنه، مفيش مشكله. اي حاجه، المهم بس ان انت ما تاخديش نشويات الصبح في وجبه الفطار، هتفرق معاكي جدا في اليوم بجد، وهتحسي بالشبع اصلا. فدلوقتي انا هروح افطر وهنشوف نكمل يومنا ان شاء الله. هنعمل الغدا مع بعض وهنفكر نعمل غدا ايه النهارده، وكمان هشارك معاكم الغدا. حبايب قلبي بعد بقى ما فطرنا الحمد لله، قعدت شويه عملت بريك ورحت قعدت شويه بقى في الجنينه وكده، في البلكونه اتفرج بقى على الجنينه. عملت شاي اخضر. بصوا الشاي الاخضر ده يا بنات تحفه جدا جدا جدا. ده شاي اخضر، عارفين اللي هو مش الباكت من غير سكر خالص، مش اللي هو الباكت اللي بيتباع في السوبر ماركت، لا. بصوا الشاي الاخضر ده انا بجيبه من الساحل، بيتباع في مطروح كمان للي بيروح مطروح وكده. عارفين انتوا الشاي اللي هو العرباوي، الشاي اللي هو الزردة اللي بيتعمل في مطروح فيه زيه، بس شاي اخضر. الشاي الاخضر ده حلو جدا للدهون، بينزل الدهون، بيساعد يعني على تنزيل الدهون. عندنا العرب معتمدينه بعد الغدا بيعملوا شاي اخضر ده. استنوا بصوا اوريهولكم. بصوا ده هو ده الشاي الاخضر. هو بصراحه كان عندي من بدري، لو انا عندي
هناك الباكت يعني بتاع الشاي او العلبه بتاعه الشاي كنت وريتها لكم، مش عارفه موجوده ولا لا، لو لقيتها في الشقه التانية هجيبها. بس المهم ان ده كان عندي اصلا بقاله كتير، فقلت برضه اوريهولكم عشان تبقوا عارفين شكله ايه. اروح بقى اشرب الشاي الاخضر عبال عشان نجهز الغدا مع بعض. بصوا بقى يا بنات، جبت فرخه نضفتها. المهم جبت فرخه قطعتها كده ونضفتها، بصوا زي ما احنا شايفين كده. ماشي، هنعمل النهارده الفراخ بتتبيله رهيبه جدا جدا جدا. الطريقه دي جديده بس حلوه، يعني طريقتها حلوه عجبتني، فقلت اعملها معاكم وتبقى وصفه جديده. بصوا هنجيب هنا كوبايه ميه. اول حاجه بوله فاضيه كده، ماشي، هي اساس الوصفه الليمون والثوم، تمام. معلقه صلصه ومعلقه ثوم كبيره مفرومه، تمام. هفضيها بقى في الميه. وهنا بقى الاساس التتبيله، 3 ليمونات معصورين كده. هنا كمان هضيف ملح، شطه، كزبره، فلفل اسود، بهارات فراخ. بهارات الفراخ دي عليها روزميري. لو البهارات الفراخ اللي عندك معلهاش روزميري، حطي شويه من الروزميري عشان الوصفه فيها روزميري، وانا بهارات الفراخ دي فيها زعتر وفيها روزميري، وكمان شويه من معلقه صغيره كده من بهارات، من ال7 بهارات. هدوب بقى كده. هنحط كمان شويه زيت صغيرين. بصوا يا بنات، يعني حوالي 3 معالق او معلقتين كبار من الزيت، بس شويه صغيرين مش كتير. ما ننساش ان احنا بنعمل الوصفه دي واحنا عاملين دايت. احنا عاملين دايت بس مش دايت حرماني، يعني احنا بس عايزين نظبط الاكل شويه، ما يبقاش فيه دهون كتير، ما يبقاش فيه دسم كتير، تمام. هدوب بقى المكونات دي. بصوا بقى يا بنات، بعد ما يعني دوبت كل التتبيله مع بعض، هاخد كده جزء منها هحطه على الفراخ كده، والشويه دول هنشيلهم على جنب عشان هنعمل خضار وهنفضيهم على الخضار. اهم حاجه هنا بصوا، نقلب الفرخه كده في التتبيله دي كويس. المفروض ان احنا نسيبها في التلاجة ساعتين، او نعملها من الصبح ونركنها في التلاجة لحد ما نيجي نجهز الاكل. بس انا لسه جايبه الفرخه فريش، جبتها يعني صبحه دلوقتي من عند الراجل، فقلت اجهز معاكم الوصفه. بس انا هركنها بقى كده في التتبيله دي لغايه ما اقطع شويه خضار، تمام. اسيبها كده منقوعه كده، او احطها في التلاجة يعني عامه لحد ما نجهز شويه خضار كده في صينيه. اقطع بقى شويه الخضار. بص، اي خضار عندك حطيه. هتقولي لي دايت وبطاطس، دايت وبطاطس عادي. بس لو هتاكلي من البطاطس دي ما تاكليش رز، لان يعني هتاكلي رز ما تاخديش بطاطس. انا عن نفسي هاكل رز بس مش هاكل بطاطس، عشان البيت الصبح حطيت له بطاطس، فانا هاكل شويه رز وشويه سلطه، واخد حته فرخه بس، فاهمين؟ عايزه اقول لك بقى ان الزعل بيأثر على الدايت عامه. لما تبقي زعلانه مش هتخسي، فحاولي ان انت بقدر الامكان ما تبقيش زعلانه، ما تخليش الزعل يأثر عليكي او ياخد معاكي وقته. مش هقولك ما فيش حد بيزعل، اكيد كلنا بنزعل، واكيد في مواقف بتزعلنا، بس مش عايزين نديها اكبر من حجمها في حياتنا ونخلي الزعل يأثر علينا وعلى نفسيتنا، عشان ده مش حلو. هيودينا في مكان تاني، يودينا الامراض ويودينا لحاجات تانية كتير احنا في غنى عنها. ربنا يا رب يحفظنا جميعا ان شاء الله. فاحنا مع بعض هنا عشان نتشجع، مع بعض هنا عشان ارد على اسئلتكم. اي سؤال يخطر على بالكم اكتبوا لي في الكومنت، وانا هنا اختكم هرد عليكم. هنشجع بعض. وما تنسوش ان انا تخصصي بتكلم عن الاسكان الاجتماعي كمان. اي حد ليه استفسار، اي حد ليه سؤال عن الاسكان الاجتماعي بشغل يعني الاسكان الاجتماعي وكده بخصوصها، يكتب لي في الكومنت وانا هرد عليكم ان شاء الله. هقطع بقى شويه الخضار دول.
اي خضار عندك بقى المتاح عندك حطيه، بس حرام التتبيله دي يعني ما نضيفش. انت ممكن ما يعني تعملي الفراخ كده بس وتحطيها بقى في الصينيه وتحطها في الفرن، بس حرام التتبيله دي ما يبقاش معاها شويه خضار، وكمان نستفاد منها طعم الخضار ياخد من التتبيله دي. بصوا بقى قطعنا الخضار اهو، شويه التتبيله اللي كانوا باقيين كده. هقلب بقى الخضار ده. بصوا يا بنات قطع الفراخ اهي كده، نرصها كده في الصينيه. بصوا التتبيله دي بقى هنفضيها عليها عشان هي اللي فيها الليمون والثوم، وفيها كل التوابل يعني اللي هتدي طعم للفرخه بتاعتنا. بصوا بقى هدخلها على الفرن، ولما تستوي هطلعها ادهنها بالفرشه من فوق، يا ادهنها دبس رمان يا ادهنها معلقه صلصه من فوق، وادخلها تاني الفرن، وهنشوفها مع بعض لما تستوي. قبل ما نروح بقى نجهز شويه سلطه ونجهز شويه رز. هعمل بقى شويه رز بسمتي. عارفين الرز البسمتي احسن بكتير من الرز المصري في الدايت، بس طبعا احنا مش كل يوم هنعمل رز بسمتي يعني لانه غالي، فمش كل يوم هنجيبه يعني نعمل كده. فعادي الرز المصري برضو عادي يعني. عايزه اقولك حاجه مهمه جدا، ان انتي لازم تخصصي يوم يعني وقت لنفسك في اليوم، يعني حتى لو نص ساعه لو ساعه اديها لنفسك هتفرق معاكي جدا، هتحسي بالفرق لانك انت اديتي لنفسك وقت لنفسك تفكري. اشربي حاجه بتحبيها، اقعدي في البلكونه، انزلي تمشي، روحي اشربي قهوه في مكان وارجعي، اشربي عصير في مكان وارجعي، اتمشي كده مع نفسك، اخرجي مع حد بتحبيه، ابعدي عن الناس اللي بتديكي طاقه سلبيه. الناس دي والله بتتعب النفسيه جدا جدا جدا. الطاقه السلبيه مش حلوه، بتكتئبي، بتخليكي كده يبقى مودك مش حلو، وتفكري كده في حاجات كتير سلبيه ومش حلوه. فالناس اللي بتديكي طاقه سلبيه في حياتك ابعدي عنهم، اعرفيهم بس ما تندمجيش معاهم، عشان انتي نفسيتك ما تبقاش تعبانه دايما وتحسي بتعب دايما. يعني حاولي فكري في نفسك، حاولي غيري في يومك لنفسك، اعملي حاجة بتحبيها، حطي كريم، اتمشي، عايزة تروحي في مكان انتي بتحبي يعني حد معين تروحي تخرجي عنده او كده، اعملي ده، خصصي لنفسك لو نص ساعة في اليوم، هتفرق معاكي جدا والله. المهم بقى هنعمل بقى شوية رز، وبعد كده بقى هعمل شوية السلطة، والفراخ كمان بتاعتنا في الفرن بتستوي، فكله كده كل حاجة هتبقى تمام. احط بقى الرز للمية احط المية للرز واسيبه يستوي. حطينا بقى الرز على النار، والفراخ بتاعتنا في الفرن قربت تستوي، والفراخ كمان والرز كمان قرب يستوي. هعمل بقى شوية سلطة كده على السريع. عايزه اقول لكم ان انا اخر حاجه في الخضار عندي في الثلاجه، لازم انزل بكره اجيب شويه طلبات للبيت. هروح ان شاء الله اسواق الخير، طبعا بكره الجمعه الحاجه اجازه، انتوا عارفين ان انا الفرصه دي ما بضيعهاش يعني لازم استغلها، فهروح على طول اجيب شويه خضار.
خلصنا كمان طبق السلطه. بصوا تحفه. انا بحب الالوان جدا بتاعه السلطه، بحب احط فيها فلفل الوان والبنجر يا جماعه في السلطه تحفه جدا. فخلص كمان من عندي، فبكره ان شاء الله هنجيب شويه خضار. يلا بقى نحضر مع بعض الغدا ونشوف هنعمل ايه. وكده خلصنا الغدا اهو يا حبايبي. بصوا بقى الرز تحفه. اهم حاجه بصوا صينيه الفراخ عامله ازاي. عايزه اقول لكم ان الفراخ دايبه دوبان، يعني بجد تحفه. الطريقه دي رهيبه جدا. الطعم الليمون مع الثوم مخلي الفراخ في حته تانية. اتمنى تجربوها بالطريقه دي وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. وهستنى تجربوها ان شاء الله. وكده يبقى وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. واللي ليه اي سؤال يكتب لي في الكومنت وانا هرد عليكم. يلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.